بسم الله على بركة الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غنصايبوا العصير ديال الخوخ والجزر او خيزو. عندنا الجزر وعندنا الخوخ. عندي كيلو ديال الخوخ وعندي 4 الحبات ديال الجزر او خيزو والماء. نبداو على بركة الله. نقطعو خيزو رقيق الى شرائح رقيقه كما كتشوفوا. كنقطعهم رقاق بحال هكا، بحال هاد الشكل هكا، باش ما يهزوش لينا الطياب. باش الطياب كنستمر في التقطاع. وشكرا على كل من شجعنا وكتبوا لنا الكومونتات زوينين. كنشكركم داخل المغرب وخارج ارض المغرب، داخل الوطن وخارج ارض الوطن. كما كتشوفوا من بعد ما كملنا خيزو ديالنا او الجزر بالتقطاع، غندوزو للخوخ. غنقطعو الخوخ على جوج ونعاود نقطعهم على جوج، يعني نقطع الخوخة على 4 الأطراف. غنستمر في التقطاع ديال الخوخ يمكن نحيدو العلفة ديالو او نخليوها، ماشي مشكلة. لا بتحيدها تحيد، من بعد نقدروا نخليوها. بعد ما كملنا التقطاع ديال الخوخ ديالنا غنجيبو هنا طنجرة او كاسرونة، غنديرو الكمية ديال الخوخ والجزر اللي قطعنا، غنديرهم في الطنجرة. بعد ما درنا الخوخ والجزر او خيزو في الطنجرة، غنزيدو نديرو عليهم الماء او نضيفو عليهم الماء. عندي هنا لتر ديال الماء او اترو ديال الماء، غنزيد عليه نص اترو من الماء، يعني درت اترو ونص، لتر ونصف من الماء. وغنردهم على النار او البوطة يطيبوا لمدة 15 دقيقة. هنا من بعد مرور 15 دقيقة من بعد ما طاب لينا خيزو والخوخ، انا مزال نخليهمش يطيبوا مزيان، صافي يطيبوا مدة 15 دقيقة. بارك عليهم، خليتهم تبردوا شوية. وغندوز نقي الا كانت شي علفة ديال الخوخ، وندوز نديرهم في المويليكس او في الطحال الكهربائي. نقي ولا كانت شي علفة ديال الخوخ نحيدوها. الا كانت شي علفة صعيب باش طحينا في موكس، غتمشي لنا المويليكس كاملة، يعني راه قاصح العلفة ديال الخوخ. اللي بغى نقيهم من الاول نقيهم اللي كانوا كيتحيدوا بسهوله، باش ما نضيعوش ديك الكميه ديال الخوخ اللي كتكون لاصقه فيهم. غنزيدوا نصف كميه ديال الماء اللي عندنا في الطنجره ديال فاش طيبنا الخوخ وخيزو او الجزر. غنزيد عليهم الماء بارد، من الاحسن يكون الماء بارد. وغندوز نطحنهم مزيان، تيطحنوا مزيان. هنا كيطحنوا بسهوله، حنا طايبين ما تيشدوش الوقت، كيطحنوا مزيان. من بعد ما طحنتهم غنزيد عليهم ياغورت ديال باناشي فيه الاناناس والمونغ والخوخ، او يكون اي نوع من الياغورت
اللي بيدير الليمون او البرتقال او الحامض يمكن ليه يدير. المهم دانون ولا البرتقال على حساب الاختيار. هنا عندي كاس ديال السكر او سنيده ديال العنبه، والسكر دائما حسب الذوق. كاين اللي تيشرب الحلاوه وكاين اللي ما تيشربش الحلاوه ينقصها. ونعاود نرجعوهم نطحنوه في مولينكس يعني تنساج منا داك الياغورت مع العصير مع الخوخ والجزر، نطحنوهم مزيان. من بعد ما طحن لينا ونسجمو الخليط داك دانون مع خيزو والخوخ، غندوز نحطهم جبانيه والصفايه باش نصفي. يمكن لك تصفي، يمكن لك انك كيطحن مزيان. الا دازو شي طريفات او بقاو شي طريفات او بحال داك الخوخ تيكون فيه دوك العريقات او دوك الخيوط. وغندوز نقي الكميه اللي باقيه ليا حتى هي باش نطحنها كما طحنت الشكل الاول. غادي نستمر تنكمل الكميه هنا. من بعد ما طحنت الكميه الاخرى اللي كانت باقيه ليا غنخويها حتى هي على داك الكميه اللي طحنت في الاول. وغادي نصفي الا بقى شي طريفات ولا شي حاجه غادي نصفيهم. كما كتشوفوا ما بقى والو، ما بقى حتى شي حاجه فيهم والو، لا طريفات لا والو، يعني طحن مزيان. ونخلطوه مزيان. شوفوا واش ثقيل او خفيف. ما كتشوف تبارك الله جا خاطر وزوين. تيجي هاد العصير زوين صراحه، تيجي واعر واعر زوين بزاف ولذيذ. زدتو الكميه ديال الماء اللي انا محتاجاها، والماء كيبقى على الخفه او ثقيل او على حسب كل واحد اختيار ديالو. والكميه اللي عطاني ديال العصير ها هي. وباقي عندي خليت شويه بلا طحين بيتو بلا سكر. وكما كتشوف تبارك الله تيجي غزال هاد العصير صراحه، تيجي غزال تبارك الله خاطر وزوين كما كتشوفوا على الصوره. شوف تبارك الله خاطر وزوين. وشكرا على المشاهده، شكرا. وإن شاء الله إلى فيديو قادم، إن شاء الله فيديو جديد. شكرا وإلى اللقاء، فيديو قادم إن شاء الله.